وعلى رأي المثل يا حبايبي، خايف هينزك يا غربالي ينزل منك كل عزيز وغالي. المثل ده على الغربال يا حبايبي، هو ليه معنى برضه يعني. خايف هينزك يا غربالي ينزل منك كل عزيز وغالي. انت تعرف ان الضيق طلع عليك وعلى وشك وعلى هدومك. يدخل لازم يا حبايبي، الواحده وهي بتدخل لازم تبقى مليانه اكني طالعه من الطاحونه. وماله يا رب، ايه ده خير ده، تملي بس خير ده، مش حاجه وحشه يعني. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب كده وبصحه جيده. بتوحشوني يا حبايبي. النهارده مش هنطبخ ولا نعمل حاجه، هناكل ايه دقيق مع بعض اهو. يومكم عسل، يومكم فل، ويومكم قشطه ولبن حليب بالصلاه على النبي. ازيكم عاملين ايه؟ وحشني يا حبايبي. هنعمل بقى ايه؟ هندخل الدقيق ده مع بعضينا. احنا نخلناه مره وهندخله بقى مره تاني مع بعض. دول كانوا ايه؟ بصوا زي ما انتم شايفين، كان 4 شوال، خلصنا شوال ودلوقتي معانا ايه 3 شوال اهو. هندخلهم مع بعض يا حبايبي وتشوفوا هنعمل ايه مع بعضينا. عشان انا لقيت فيه سوسه، لما تجيبوا دقيق وتدخلوه وتشيلوه طلعوا من الشويله بتاعته، ما تخلوش الشويله بتاعته. الواحد 10 كيلو، كنا جايبين 4. المهم ايه يا حبايبي، خليكم معايا للاخر عشان تشوفون انا هحفظه في ايه، عشان ما يسويش. عشان انا لقيت الواحده دي طبعا هتولد لو سبناها. هندخله مع بعضنا دلوقتي، بس انا هعبيه هنا عشان انا نخرته مره عشان ارجع ادخله هنا تاني. خليكم معايا زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه سيدنا محمد، يد ربنا قبل ايدينا. لما تكون الحاجه في البيت يا حبايبي بتنفع. يعني ايه؟ نشتري الحاجه في بيتنا ونخليها في بيتنا احسن، وكده برضه هيبقى فيه توفير على ما انتم بتجيبوه يعني بالكيلو برضه يا حبايبي. والحاجه بتنفع، اي حاجه غاليه زي ما انتم عارفين الدنيا غلا، يعني تخلوا الحاجه، تجيبوا الحاجه وتخلوها في بيتكم احسن يا حبايبي. تجيبوا الحاجه وتخلوها في البيت عندكم، بتنفع الحاجه في البيت. اي حاجه تجيبوها، رز ده اي حاجه تخلوها في بيتكم، يعني اي حاجه، حاجات نواشف كده بتنفع. مثلا هتعملوا فطيره بالليل، هتعملوا بالنهار، هتعملوا اي حاجه تنفعكم. تخبزوا برضه يا حبايبي. احنا خابزين عيش ومصورين بس لسه ما نزلناهوش، هنوريه لكم برضه. خابزين عيش هنوريه لكم، وخليكم معانا لاخر الفيديو يا حبايب قلبي عشان تشوفوا ايه هنخزنه في ايه. عشان هنخليه هنا مش هينفع، محدش هيخلي الدقيق في ايه يا حبايب في الشويله بتاعته. فضوه يا حبايب قلبي كده وتخلوه ما تشوفونا هنحفظه في ايه. خليكم معانا لاخر الايه الفيديو. هندخله مره تاني بقى معاكم عشان ايه، طبعا احنا لو سيبناه يبقى كده خساره علينا. ايه هيعمل يسوس، لقيت في واحده بس سوسه بفت، قلت لا احنا بقى ايه نفضيه نخليه ايه، نعبيه بقى في حاجه ايه، في يعني حاجات ما تخلوش يسوس يا حبايبي. خليكم معانا للاخر حبايبي. زي ما انتم شايفين اهو انا هدخل اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم، ايد ربنا قبل ايديا، بركه سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين يا حبايبي اهو، تعملوه ايه كده مرتين 3 زي ما انتم عايزين. هو ما فيهوش اي حاجه يعني، احنا عملناه مره وادي الثانيه زي ما انتم شايفين. وفي الاخر بقى ايه هنوريكم هنحطه في ايه يا حبايبي. يعني الواحد يشاهده كده، يحلله ويشاهده كده، بس ايه غربال مانع ده مش فارط. المنع يعني ايه؟ ما بينزلش حاجه حلوه، بينزل دي بس ما بينزلش اي حاجه وحشه يا حبايبي زي ما انتم شايفين. بعلي ايدي يا حبايبي عشان تشوفوا، بس ايه المروحه شغاله مش عايزه اقعد على الفرشه يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب زد وبارك، يا رب زد وبارك يا رب، يا رب يملا كل بركه ان شاء الله. اهو يا حبايبي انا معليه ايدي اهو يا حبايبي عشان تشوفوا. وعلى رأي المثل يا حبايبي، خايف هينزك يا غربالي ينزل منك كل عزيز وغالي. المثل ده على الغربال يا حبايبي، هو ليه معنى برضه يعني. خايف هينزك يا غربالي ينزل منك كل عزيز وغالي. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي كده يبقى نضيف يا حبايبي عندكم. تبقوا تعملوه على طول، ولا لسه هننخل ولا لسه هنعمل. انتوا تدخلوه وتخلوه في الحاجه اللي انا هوريها لكم دي، اللي احنا ايه هنحطها فيه دي، هتحفظوا
ولا يدخل ولا سوسه ولا دوده ولا اي حاجه، وهيبقى نضيف زي الفل. مفيش اي حاجه على فكره يا حبايبي، من النخله الاولانيه مفيش اي حاجه تاني، يعني هي اللي احنا لقيناها ومن النخله اللي احنا خفنا قلنا لا نلحق ايه نعمله، نهنكل معاكم ده بس. الباقي بقى بنخله ايه بس عشان اوريكم يا حبايبي. قلت برضو يمكن حد يجيب ولا حاجه حرام ويخليه يعني عنده في الشوله يسوس اهو زي ما انتم شايفين يا حبايبي. يا رب زيد وبارك، يا رب اطرح البركه فيهم. اضرب ربنا قبل ايديك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عندكم الخير كله والفرح كله يا حبايبي، والهنا كله والسعد كله باذن الله. انا بسلم عليهم دلوقتي كل حبايبي العرب. انتوا تعرفوا ان الضيق طلع عليكم وعلى وشكم وعلى هدومكم. لازم يا حبايبي الواحده وهي بتنخل لازم تبقى مليانه اكني طالعه من الطاحونه. وماله يا رب ايه ده خير ده، تملي بس خير ده مش حاجه وحشه يعني. يا رب يكون عندكم الخير كله والسعد كله والهنا كله. يعني يا حبايبي لما تجيبوا الحاجه وتخليها في بيتكم يا حبايبي، الحاجه دي بتنفع وبتوفر برضه. مش يعني مثلا دخل عليك ضيف ما دخلش ضيف ليك ولولادك برضه الحاجات دي بتنفع. تعجني لك شويه عيش، تعجني لك فطيره، تعمل لك شويه مخروطه عارفينها اللي هي القدوسيه، تعمل لك شويه بتاع ده كسكسي، تعملي يعني الدقيق ده بينفع في كل حاجه. تعملوا منه مصبوبه، بس المصبوبه دي في الصعيد مش هتعرفوها. تعملوا منه دبداب، الدبداب ده في الصعيد اللي هم الصعيد هيبقوا عارفين الحاجات دي كلها. هتعملوا منه كل حاجه يعني ده بينفع. رقاق، كيكات، تعملوا كيكات، تعملوا عيش فينو، تعملوا فايش، بقسماط، تعملوا فايش. احنا عملنا منه فايش وصورته معاكم وريته لكم. والعيش بس لسه ما نزلش. لسه بس ما نزلنا لسه. ثانيه هنا ننزله امتى عيش شامي. تعملوا منه عيش بلدي وتزودوه لو هو ابيض زي ده وعايزين انه يبقى بلدي تحطوا له رده. تحطوا 2 ابيض وواحده ايه مثلا عيارين انه يبقى ابيض، وعيار يا حبايبي رده اللي هي النخاله. اللي هي النخاله عشان في ناس مش عارفه. ما تعرفوش الرده النخاله اللي بتطلع من القمح. يعني دي القمح لما الناس بتطحن قمح وكده ده اللي بيبقى ايه اسمه. في ناس بيقولوا البلاد بيقولوا عليها نخاله والناس بيقولوا عليها رده. يعني دي هي دي واحد. يعني بينفع يا حبايبي في جميع كل حاجه بيبقى نافع في البيت. برضه مش ده بس، يجيب مثلا الواحد لو جاب له صفحه سمنه وخلاها في البيت بتنفع. لو جاب له مثلا ازازتين زيت برضه بينفعوا يعني كل شهر. مثلا لو وفرت حاجه معاكي قرشين موفرين. في عروض كتير، في ناس بتعمل عروض وحاجات عليها خصومات. في عروض ممكن في ازاز مثلا علبتين سمنه وعليهم ازازه زيت، وممكن بيبقى خاص. دلوقتي الحاجه غلت ما فيش حاجه على حاجه. لا ما فيش بقى علبتين سمنه وعليهم ازازه زيت. لا الكلام ده كان زمان. دلوقتي لا يا حبايبي يا ريت زمان. لا يعني ممكن مثلا ايه علبه السمنه تبقى مثلا ب100. في ناس ممكن تبيعها ب95 ب90. بيرجع يا زمان يا ريت زي زمان تاني. ده المنخل اهو الغربال عارفينه ده منخل ايه الحرير ده الحرير يا حبايبي مانع. في منه فارط يعني بيبقى ايه واسع شويه اللي بينزل على طول. ده مانع ما بينزلش اي حاجه. يعني لو في سوسه في سلك هو ده الفرط. ايه الفرط اللي هو السلك. لا حرير زي ده بس فارط يعني واسع شويه مش ضيق زي ده. ما هم مش شايفين ده. وروا لهم عشان ممكن يكون في حد ما يعرفوش. اهو يا حبايبي برضه ايه الواحده مثلا خد منها مثلا 10 جنيه كل مره تشيل 10 جنيه ولا حاجه تجيب لها علبه سمنه وتشيلها. يعني كل مره تجيبي حاجه، تجيبي ازازتين زيت، تجيبي مثلا اللهم صل على النبي بتاعت مش هنقول دلوقتي شكار على بعدها سكر، تجيبي لك 2 كيلو 3 كيلو برضه. اصل التموين ما هو التموين اهو اتشال. يعني ليه ممكن لو ب200 جنيه ممكن تجيب مثلا كل شهر لو بتشيل 200 جنيه هتجيب منها مثلا 10 كيلو سكر. ممكن وهتستعمل منها كذا شهر. لو في تموين ده مع ده هيبقى حلو برضه. رز يعني اللي انا مقصود منه ان اي حاجه في البيت بتنفع. يعني الواحده تشيل حاجه على جنب كده من كل شهر تشيل حاجه على جنب كده تحطهم في السلطه وتشيلهم كده في اي حاجه. هتنفع في اي حاجه بزنقه. تجيبي حاجات زي كده وتشيليها. يعني تجيبي رز، تجيبي زيت، تجيبي سمنه، تجيبي حاجات يعني نواشف برضو توابل. ده الحاجات يعني. لا التوابل لا ما تجيبش كتير. ما تجيبش كتير والله بتنفع. بيقولوا تحطها في الديب فريزر في الثلاجه. في ناس بتحطها في الديب فريزر بس اللي هو اللي مش بيعمل تلج. اللي ما بيتلجش وينزل ميه اللي هو النو فروست.
اللي مش بينزل ميه يا حبايبي، والحاجات دي بتنفع والله العظيم يا حبايبي، كل حاجه بتنفع يا حبايب قلبي. يعني في اي حاجه يا حبايبي، اي حاجه الفطير ده بينفع، في الدقيق ده بينفع في كل حاجه في البيت. يعني مع احنا لسه قريب اهو ما كانش عندنا حاجه ومحتارين وما كانش فيه عيش، يعني احنا بنجيب العيش من بالبطاقه وبنشتري من بره ما بيكفيش. المهم رحنا ايه يا حبايبي، عملنا ايه، عملنا فطير، يعني حاجه بتنفع. عجلنا شويه فطير كده وايه، وعجلناهم فطير يعني مشلتت، يعني تكليف جبنه قديمه، تكليف عسل، زي ما تكليف. وانا بحبه بالشاي يا حبايبي، ولاد بنتي وبنتي بيحبوه يعني بالجبنه بالعسل كده. يعني في اي في كل حال بينفع وبيصل دوت. دي حاجه ستره في البيت، بينفعك في اي حاجه تعملي بيه. لو ما فيش اي حاجه تعملي شويه كسكسي كده، يعني تفطروا بيهم الصبح، تتعشوا بيهم بالليل، يعني بينفع في كل حاجه يا حبايب قلبي، ما فيش حاجه ما بتنفعش. احكي لكم على حاجه يا حبايبي، كان عندي 3 فرخات 3 فرخات وديك، رحت ذبحاهم وصورتهم دول يا حبايبي والله العظيم كانوا نافعين. طب ايه رايكم ان هم 3 فرخات، يعني مره تبيض بيضه الواحده منهم، مره بيض بيضتين، مره 3 كانوا بيضوا. انا والله العظيم كنت بملى العلبه كده اهو، علبه السمنه دي كانت بتبقى مليانه بيض، كان بينفع والله العظيم. يعني الحاجه بتنفع، يعني لو واحده اشتريت لها فرختين وربيتهم ولا 3 يا رب هاتهم كبار، مش عايزه تجيبهم صغيرين، هاتهم كبار والله بتنفع. الواحد حس بالقيمه دلوقتي. ذبحتهم اكن حاجه ايه، انا بحب اربي الحاجه. يعني كان عندي حومه، والله كان عندي حومه لو بنتي فراخ ووز وبط، انتوا عارفين يعني وشفتوه وكنا مصورينه. المهم بألف هنا وشفا اللي كان واللي شاف. ذبحتهم لايه، لاولادي، وبعتهم لهم في مصر لاولادي، بعت لهم فرختين، واحنا كلنا الديك انا واولاد بنتي الصغيرين وبنتي مع بعضينا، وبألف هنا وشفا. يعني حاجه بقول لكم، يعني من الاخر كده انا بقول لكم ان الحاجه بتنفع في البيت والله. وكان عندي بط برضه ذبحته بألف هنا وشفا. يعني اي حاجه في كالحالتين، يعني الحاجه بتنفع في البيت وبتسد. يعني اي حاجه برضه تجيبي لك مثلا ممكن تجيبي شكاره مكرونه وتشيليها، هاتي على قدك. يعني الحاجات دي برضه بتنفع يا حبايبي في البيت. البطاطس اللي ولعت دلوقتي يا حبايبي، كنت اقول لكم هاتوا بطاطس وشيلوها، يا بخت اللي خزن بطاطس بيعملوها نص مقليه كده ويعملوها ويشيلوها. وادي الغربال اهو يا حبايبي، زي ما انتم شايفين، شو اهو منظره، ده حرير اهو يا حبايبي، مش سلك، اللي هو الناعم، ده حرير اللي هو الناعم. عندي واحد زيه سلك، ده الحرير. يعني ايه دوت مانع، ده مانع، والحاجه بتنفع يا حبايب قلبي والله العظيم. يعني اي حاجه بتنفع في البيت، وربنا يا رب يعين كل واحد على حاله في الدنيا المولعه والدنيا النار ديت، وكل حاجه غاليه يا حبايبي، وربنا يسترها معاكم يا حبايبي. الكرشه يا حبايبي 80 جنيه، الكرشه 80 جنيه كيلو. الكرشه اللي كانت ب 20 وب 25 واخرها كانت ب 30، الكيلو ب 80 جنيه. انا جبتها بس ما صورتهاش، كنت عايزه اصورها امبارح ما حصلش نصيب ان انا اصورها، وعملناها كده. مره ثانيه هجيبها واصورها معاكم، بس كانت عسل عسل عسل. ما تنسوش بقى لايكات الحاجه ام عمرو، مشاهدات وحشه خالص يا حبايبي. عايزاكم كده زي ما انا بدخل على الناس يا حبايب قلبي كده، والنبي بالله عليكم تخشوا كده عليا وتشاهدوا لي كده يا حبايبي والله العظيم. مشاهدات وحشه والله، بتفرج على للاخر كده على انا بحلف والله يا حبايبي، مش بحلف كده، ربنا هو اللي شايف. يعني زي ما انا بدخل عليكم كده بشاهد لكم، شاهدوا لي يا حبايبي كده واتفرجوا. ربنا يديكم الصحه والعافيه كده ويبارك فيكم، واسلم على كل حبايبي داخل مصر وخارج مصر وجميع الامم العربيه والاوروبيه، كل الدول العربيه والاوروبيه، السعوديه والاردن وفلسطين وليبيا والسودان وكل البلاد، وقطر والمغرب واليمن وليبيا. في حاجه ولا نضيف؟ الاردن كله في شويه. لا اللي بتهزيه ده، لا مفيش اي حاجه، دي زي الفل. لا مفيش اي حاجه، مانع الغربال ده مانع، احنا عاملينه مره، مش منزل حاجه. يعني لما تجيبوه تدخلوه كده يا حبايبي احسن حاجه. وبحب جميع العرب انا والله العظيم بحبهم، وبحب السعوديه موت، بحب السعوديه وبحب السعوديين. انا يا رب اكتبها لي تاني يا رب، اروح عمرك يا رب. نفسي اروح في رمضان يا حبايبي، ادعوا لي يا حبايب قلبي، قولوا امين يا حبايبي كده، وادعوا لي يا رب يوعدني ويوعدكم ويوعد كل مشتاق يا رب، بالذات في الحبيب يا رب.
بس نفسي اروح في ايه، في رمضان يا حبايبي. انا رحت وجيت قبل رمضان، يعني السنه اللي انا رحت فيها ساعه ما كانت مقفوله واتفتحت، اول ما اتفتحت وفتحوها رحت. نفسي اروح تاني، نفسي والله نفسي، بس يكون في رمضان يا حبايبي. يا رب يفرحكم يا رب، وينجح بتوع الثانويه العامه، وينجح كل واحد في عمله وفي شغله ونجح كل واحد يا رب. يكون الناس الأمنة الصريحة الجميلة يا رب. أنا دلوقتي يا حبايبي هكمل الباقي عشان الفيديو ما يطولش عليكم، وهرجع لكم تاني لما نيجي ايه، لما اجي احفظه اقول لكم انا هحفظه ازاي. وما تنسونيش بقى يا حبايبي في اللايكات والاشتراكات يا حبايبي، وتفعلوا لي الجرس كده، وتشيروا لي الفيديو يا حبايب قلبي. خشوا عليا على الفيسبوك وعلى بتاع ده التيك توك، خشوا على حبيبتكم الحاجه ام عمرو زي ما انا بروح لكم هنا وهنا يا حبايبي. خشوا عليا كده اعملوا لي لايكات واشتركوا، اللي ما اشتركش يشترك، مش بامر ولا حاجه يعني اللي لسه داخلين واللي لسه شايفيني كده خشوا عليا بجد والقدام على راسي من فوق يا حبايب قلبي. وانا هكمل النخل وايه وارجع لكم تاني لما اجي بقى احفظه يا حبايبي. يلا تاني يا حبايب قلبي بعد ما ايه خلصنا الدقيقه اهو زي ما انتم شايفين يا حبايبي. بقيت كل دقيقه انتوا عارفين طبعا اكن بطحن. دلوقتي بقى ايه السر هنا في دي بقى، تحفظ دي الصفايح دي نحفظ فيها دي يا حبايبي، دي اللي نحط فيها هي بتاعت السمنه دي، نحط فيها الدقيق نحفظه. طبعا الدقيق ده يا حبايبي هينفعكم في كل حاجه، هينفعكم في عيش شمس، هينفعكم في عيش مصري، هينفعكم في عيش يعني ليه 30,000 صنف، هينفعكم في عيش شامي، هينفعكم في عيش بتاع ده اللهم صل على النبي، هينفعكم في عيش بلدي، هينفعكم في عيش بطاطي، هينفعكم في عيش منطق يعني مصري، هينفعكم في كل حاجه، هينفعكم في فايش، هينفعكم في فطير مشلتت، هينفعكم في اللهم صل على النبي في عيش الفوكاشيا، عارفين الفوكاشيا، هينفعكم اللهم صل على النبي على رأي معز مكة في القرص، بيتزا، هينفعكم في البيتزا، هينفعكم حبايبي في كيكات، في البتاع ده، هينفعكم في تاني استني في عيش الدميس، هينفعكم في الكيكه فوكاشي، قلت لهم في الفوكاشيا، هينفعكم في البقسماط، هينفعكم في العيش الفيل، هينفعكم في العيش الكايزر، يعني ليه استخدامات كتير، هينفعكم في المنين، هينفعكم في كعب الغزال، هينفعكم في البقسماط، هينفعكم في السميط المدور اللي زي العجله، كحك وبسكوت، هينفعكم في الكحك الناعم، هينفعكم في البسكوت، هينفعكم في الغريبه برضه في الرقاق، هينفعكم اللهم صل على النبي في بتاع ده المصبوبه، بس المصبوبه دي صعيدي، هينفعكم في الكريب. شاطره يا مريم برافو عليكي. ما ينفعكم في بتاع ده اللهم صل على النبي، استني يا مريم، ما ينفعكم في قلنا في ايه تاني يا رب اللهم صل على النبي، بتاع ده بتاع الصعيد الثاني اسمه ايه، اللي مش الرقاق الثاني اسمه ايه، الدبداب الصعيدي ده، في الحاجات دي في الصعيد، وعيش الشمس الصعيدي والفايش، هينفع في حاجات كتير، هينفعكم في بتاع ده اللهم صل على النبي اسمه ايه الكسكسي، تعملوه تفطروا بيه، هينفعكم في المخروط، هينفعكم في القدوسيه، يعني ليه استخدامات، هينفعكم في الترط، هينفعكم في الكيكات، هينفعكم ليه في البتاع ده اللهم صل على النبي البسكوت السابليه، هينفع في كل الاستخدامات، وجاتو شاتو على رأي مريم بنتي، يعني ليه استخدامات، هينفعكم في العوامات اللي هي الزلابيه، هينفعكم في بلح الشام ولقمة القاضي، كل ما يخص الدقيق او وشكرة الدقيق ده تنفع فيه، وبلح الشام وسد الحنك وكل الحاجات. ايوه ما عندناش حاجه زمان يا حبايبي، احكي لكم حكايه، ما عندناش حاجه، وتموا بالليل جعانين وما فيش اي حاجه، تروحوا عاملين بقى ايه سد الحنك، كانت امنا تعمل لنا واحنا صغيرين كده، وانا كنت بعمله لاولادي برضه، نحمر الدقيق وندوب السائل بتاع ده اللهم صل على النبي السكر، ندوب الميه بالسكر يا حبايب قلبي، وايه بعد ما نعمل اكنك بتعملي بشاميل، تروحي مفضيه ايه بس يكون بسمنه بلدي، تحط عليه مكسرات، ما تحطيش مكسرات بيتاكل والله العظيم باي حاجه، وايه بقى وتروحي حطاه مقلباه اكن بدل اللبن على اللي هو ايه اللي زي البشاميل ده، اسمه ايه يا حبايبي سد الحنك، بيشبع وجميل ومغذي وبيلكم والله العظيم، يعني ده
انا لو كنت انا عن نفسي اللي انا وحدي كنت ببقى عايزه حاجه حلوه، اقول ايه الواحد عايز ياكل حلوه او حاجه حلوه ومفيش حاجه حلوه اروح عامله شويه واكلهم. طعمه جميل وبيشبع وجميل، تحط له مكسرات او من غير مكسرات بيتاكل، يعني ليه جميع الاستخدامات وما نستغناش عنه في البيت. الدقيق ده، الدقيق ده في البيت ستره، مش ستره بس، ده ستره ونعمه في البيت. دلوقتي يا حبايبي بقى ايه نعبيه بقى ونحطه ايه مع بعض هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اضرب ربنا قبل ايديا. السر في دي ما قلتلهمش ليه برضه؟ يا بركه سيدنا محمد. السر في دي ما قلتلكوش ليه؟ دي مش هتخليه يسوس عشان دي ساقعه، الشوال سخن. ممكن كمان نخرم دي يا حبايبي، ممكن نخرم دي عشان ندخل برضه هوا لو احنا عايزين. هو كده مش هيحصل حاجه، بس احنا ممكن نخرمها ندخل هوا. وده بقى ايه هتحطيه فيها كده وتخزنيه فيها، مش هيحصل له اي حاجه ولا يسوس ولا يدور في ايه دي عشان دي ساقعه. ده ايه كده ساقع. وكمان لو المكان فيه بقى ايه تكييف دي هتبقى ساقعه على طول. لو المكان كمان فيه اللهم صل على النبي المراوح شغاله يبقى حلو في مكان هوا، يعني احسن من الشوال. يعني دي بقى ايه زي مثلا الفلاحين عندهم صوامع، تعرفوا الصوامع اللي معموله بالطين بيعملوها، يعني ايه زي دي كده بس معموله كده ولها فتحه من فوق ولها فتحه من تحت عشان ينزلوا منها، يعبوا من فوق وينزلوا من تحت. هو يحط اوعى وشك يا مكة. يحط فيها القمح يحط فيها الدقيق. يعني الفلاحين عندهم كده والصعايده ده ربنا قبل ايدي. دي كده يا حبايبي تحفظ الدقيق. والتانيين برضو الشويله اللي انتوا شفتوهم دول يا حبايبي برضو نجيب لهم صفيح برضو ونحطهم فيه، بس احنا ما نخلناهمش، نبقى ندخلهم ونحطهم برضو يا حبايبي. الرز برضو تحطوه يا حبايبي صفيح زي دي كده يحفظ. يعني دي تحفظ الايه احسن من البلاستيك. تحطوا فيها رز، تحطوا فيها اللهم صل على النبي دقيق بقوليات اي حاجه تحطوا فيها. في ده ساقع حلو. والفتحه وكمان التهويه دي برضو حلوه لما تتخرم، يعني تبقى حلوه ما تبقاش مكتومه ولا حاجه. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. وتعملوا كده وتتمتعوا كده وانتوا في الخير والهنا والسعد يا حبايبي. تعملوا فطور وتعملوا كحك وتعملوا كل حاجه حلوه باذن الله. وربنا يديكم الصحه والعافيه. وشجعونا كده يا حبايبي كده، خشوا عليا كده باللايكات كده للحاجه ام عمرو كده والاشتراكات يا حبايبي. اشتركوا كده وتخشوا كده اهو علينا كده زي ما انا بدخل عليكم. والله العظيم بخش كده على الناس اعرفها، بس البدايه كده بتعمل ايه وتبص تلاقيني عامله اللايك وكده وكل حاجه. والله العظيم من قبل ما حتى ما واروح متفرجه بقى على مهلي على الفيديو. والله العظيم انا بحلف بالعظيم يا حبايبي. ربنا يديكم الصحه والعافيه ويبارك فيكم ويخليكم ليا يا رب، ويدومكم في حياتي نعمه يا حبايب قلبي. انتوا اخواتي واولادي وبناتي كلكم ليا والله العظيم. يا رب نبقى مع بعض على طول كده يا حبايب قلبي في الخير والهنا والسعد مع بعض يا رب ان شاء الله. وربنا ما يجيبش حاجه وحشه لحد يا رب. ازاي كده عشان ايه يا مكة كفيهم عشان تاخدهم ان شاء الله. تاخدهم ان شاء الله. باين عليها تكملي. يلا كملي. يا بركة سيدنا محمد. ربنا يطرح البركة ويزيد ويبارك يا رب يا رب. هي الصفيحة دي بتشيل حوالي هم 10 كيلو، بس هما كان فيها يجي كوبايتين او يعني كان فيها يجي نص كيلو مثلا، بس هي بتشيل 10. هي ما كانت شايلة 10 قبل كده. ايوه بس كان ايه ناقصة شوية صغيرين. ما انا فضيتها زي كده لا هي زي كده. هي تشيل. كنت بعمل زي ما انت بتعملي كده. هي تشيلهم ان شاء الله. ربنا يبارك يا رب في القليل يبقى كتير باذن الله يا رب. يبارك فيكم يا رب ويخليكم ليا يا رب يا حبايب قلبي يا رب. دوم المحبه والموده يا رب كده بيننا يا رب. خلاص هيكفي. اقعد يا معاذ اقعد. مش عارفه انت مالك واقف ليه على خير. يلا والبركه في ايديكم يا حبايبي. احنا مليناها اهي. بصوا
وصل 10 كيلو حبايبي اهم. استني يا مريم، استني يا مريم. مريم دس اللي قاعده يا حبايبي بتحب اهي بصي تساعد وتعمل معايا داخله يعني المطبخ. جدعة. والله بحوشها يا حبايبي، بحوشها بالعافيه، تغسل مواعين وعايزه تعمل ده وتعمل ده، يعني جدعه. دخلوا ولادكم المطبخ وخلوهم يساعدوكم ويعملوا معاكم، وربنا يخلي لكم اولادكم يا رب. جدعين والله، بيبقوا عايزين يعملوا معايا، وهي بالذات مريم يعني جدعه. تعالوا عندنا مريم معايا تعمل يعني معايا، تعمل ده وتعمل ده. بابا حشا بحوشه والله العظيم، حتى واحنا بنطبخ بتبقى عايزه. وعملت قبل كده كب كيك وبتعمل يعني، وجدعه والله. يعني ممكن امها تقف جنبيها ولا نقول لها اعملي كذا حطي كذا، جدعه. وهي بتبقى عارفه. بس برضه الواحد برضه بيخاف عليها، يعني صغيره يعني، مش ان هي يعني بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يزيد ويبارك. بسم الله ما شاء الله. هي عندها 5:30 ولا كده. عندها 5 ايه؟ المدرسه ده عندها 6:30. 6:30 تدخل المدرسه يعني يا حبايبي. ما تنسونيش بقى يا حبايب قلب الحاجه ام عمرو كده في اللايكات والاشتراكات يا حبايبي، وخشوا علينا كده. المشاهدات هابطه خالص يا حبايبي، والله العظيم بشاهد للاخر. هو اللي بيشاهد يا جماعه الناس ما تشاهدلهوش، والله بشاهد لكم كلكم، كل اللي بخش عليه بشاهد. هما بيتفرجوا على القنوات الكبيره، والله العظيم بقعد ولا يعني قنوات صغيره يعني ما عايزين يتابعوا اخبارهم. يعني حرام يعني. طيب يعني طب ما احنا عايزين نكبر زيهم يا ولاد، حرام. ما احنا مش نكبر بعضينا، ما احنا نخش على بعض يعني. نخشوا على الكبير يسيبوا الصغير، هم هيبقوا قاعدين برضه كده محلك سر. نخشوا على الصغيرين اللي زيهم يبقوا زي بعض ويكبروا بعض ويكبروا مع بعض يا حبايبي كده، ونكبر مع بعضينا ويا رب كده، ونحب الخير لبعض كده، وربنا يديكم الصحه والعافيه ويخليكم ليا يا حبايب قلبي، وما تحرمش منكم. وما تنسونيش بقى في اللايكات والاشتراكات يا حبايبي، ربنا يديكم الصحه والعافيه. وتفعلوا لي الجرس كده، وخشوا عليا على الفيسبوك، وخشوا عليا على التيك توك. الشوتر اسمه ايه الشوتر ده ولا خشوا عليا يا حبايبي ما تضحكوش عليا لما بغلط يا حبايبي. ربنا يديكم الصحه والعافيه، وشجعوني كده اهوت عشان نستمر يا حبايبي، ونبقى مع بعض ونكبر مع بعض باذن الله. وعشاننا في الله كبير، ربنا يا رب يديكم الصحه والعافيه ورب، ونعشم كده في ربنا يا رب باذن الله، ونكبر مع بعض. وانا عشمانه في كرمك انت يا رب، والله عشمانه في كرمك. وقصدك كل قصدك لم يخيب يا رب باذن الله. جاي كده قصدينا كل قصدك لم يخيب يا رب. وما تنسونيش بقى يا حبايب قلبي، وباي باي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفيديو قادم باذن الله.